هنتكلم عن قضية مؤلمة هزت قلوبنا جميعا. قضية الطفل ياسين اللي تعرض للتحرش. بداية عايزين نوجه التحية لوالدة ياسين، تمسكت بحق ابنها، ما دفنتش راسها في التراب، واجهت وحاربت وأثبتت إن ما ضاع حق وراءه مطالب. لك منا كل التحية والتقدير. ومن الناحية القانونية الجاني أخذ جزاءه وفقا لنص المادة 268 من قانون العقوبات، والعقوبة مش 25 سنة سجن زي ما البعض بيظن، ولكن حكم عليه بالسجن المؤبد، والسجن المؤبد هو السجن مدى الحياة. وبنتمنى إن شاء الله عند نظر الدعوة مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف تؤيد حكم محكمة أول درجة وما تخففش العقوبة. وفي النهاية لازم كلنا ناخد العبرة من قضية ياسين، نستغلها في التوعية، نوعي نفسنا ونوعي أبنائنا حتى لو هم صغيرين، نتكلم معاهم ببساطة، نعرفهم إن في أجزاء في الجسم ممنوع منعا باتا أي حد يلمسها سواء كان غريب أو قريب. ولازم من ناحية تانية نخلي الحوار ما بيننا مفتوح ودائم، ولو لا قدر الله أي حد اتحط في موقف زي ده أو أي موقف مشابه لازم ياخد خطوة وما يسكتش. وكلنا شفنا إزاي القانون بيحرص على مصلحة الطفل وبيعاقب الجاني بشدة. ونتقابل إن شاء الله في معلومة قانونية جديدة.